السلام عليكم صديقي وعزيزي المشاهد. دير هكا، واش عمرك سولتي راسك كيفاش خدام الانترنت؟ او لا بمعنى اخر، كيفاش كيمكن ليك تدخل اي موقع طاح في بالك؟ كيفاش كتدخل اليوتيوب، كيفاش كتسكرولي في فيسبوك، كيفاش كتسكرولي في انستغرام؟ هاو اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على اشنو هو الانترنت وكيفاش خدام الانترنت. كل ثانيه عزيزي المشاهد مليارات المساجات والتصاور والبيانات والداتا والفيديوهات كتنتقل بسرعه الضوء حول العالم، وهذا ما يسمى بالانترنت. كتعريف بسيط لها هي الشبكه من شبكات، اي واحد متصل بالانترنت كتربطو بجميع الناس اللي مرتبطين بالانترنت في العالم كامل، وهي البنيه التحتيه اللي كتخلي اي سيرفر ولا اي تليفون ولا اي بي سي يتكونيكطاو مع بعضياتهم ويتبادلوا المعلومات حول العالم. ولا رجعنا للماضي شي شويه باش نشوفوا الماضي او التاريخ ديال الانترنت، فالانترنت بدات في الستينات كمشروع بحثي عسكري امريكي، وكان الهدف من هذا المشروع هو انشاء شبكه اتصالات تبقى خدامه واخا يتعطب او لا يتهرس او لا ما يبقاش واحد الجزء منها. دابا نجيو للقفزه الكبرى في عالم الانترنت واللي هي الوقت فاش بانت www تريبل دبليو او لا www واللي كنشوفوها في البدايه ديال اي عنوان موقع بغيتي تدخل ليه. في عام 1989 فاش اخترع العالم تيم بيرنرز لي ثلاثه الحوايج. اول حاجه اخترعها واللي هي ال HTTP واللي هي لغه التواصل والتخاطر، او معنى اخر هي اللغه المسؤوله عن التواصل بين المتصفح ديال مثلا جوجل كروم والسيرفرات الويب اللي كتكون فيها المواقع كلها. ثاني حاجه اخترعها واللي هي اليو ار ال او لا نظام العناوين، واليو ار ال هو النظام اللي كيتحكم وكيكونترولي لنا جميع هذه العناوين ديال المواقع الكثيره والعديده والتي لا تحصى. ثالث حاجه اخترعها واللي هي ال HTML. HTML واللي هي لغه انشاء الصفحات. فاش كتدخل اي موقع كتشوف صفحه موجوده فهي مكتوبه بال HTML ومزوقه بال CSS. وهنا تولدت عندنا الشبكه العنكبوتيه العالميه واللي هي www اللي كتشوفها في البدايه ديال اي عنوان موقع كيف ما كان، وما يسحبش ليك باللي هي الانترنت، بل هي فقط جزء من الانترنت، وهو الجزء اللي كنشوفوه حنايا واللي كنسكروليو فيه وكنقلبوا فيه يوميا. عاد كتكليكي على شي رابط ديال الموقع باش تدخل ليه، فراه في جزء من الثانيه كيطراو بزاف ديال العمليات باش انك تشوف داك الموقع. اول حاجه فراه اي موقع دخلتي ليه فراه عنده عنوان خاص به. ما كنقصدش هنا بالعنوان اليو ار ال، وانما كنقصد به ادريس اي بي باش محفوظ في السيرفر. وباش نسهلوا المأمورية على الناس، يعني ما يمكنش انك تحفظ اي موقع الادريس ديالو، درنا اليو ار ال واللي هما كيعطوك عناوين بسيطه ممكن انك تعقل عليهم بحال جوجل دوت كوم، يوتيوب دوت كوم، فيسبوك دوت كوم. لكن السؤال هنا هو كيفاش كنعطيك انا ادريس مكتوب مثلا جوجل دوت كوم، ولكن باش انا نوصل لجوجل خاصني نعطيها ادريس اي بي. هنا كيجي دور الجندي الخفي دي ان اس واللي كيحول العنوان من عنوان يو ار ال مثلا www.google.com كيحولها لادريس اي بي الخاص بها في ديك اللحظه. هنا كاين واحد السؤال واللي هو واش انا اوتوماتيكمون كنكونيكطو مع السيرفر، يعني واش مع كنطابي الموقع ولا السيت اللي بغيت ندخل اوتوماتيكمون كنتكونيكطو مع السيرفر؟ والعقل المدبر وراء جميع هذا الاتصال واللي هما الرواتب. وممكن نقول لك حاليا فراه اي دار مشيتي ليها غادي تلقى فيها روتور. فاش كتكليكي على شي ليان ديال اي موقع باش انك تدخل ليه كيتصيفط واحد الدوموند كيمشي للروتور، الروتور كياخذ الطلب ديالك كيقلب على افضل طريق باش انك توصل داك الموقع ولا دوك البيانات اللي بغيتي. البيانات او الطلب ديالك باش انهم يوصلوا للسيرفر كيخصهم انهم كيتقسموا لحزم صغيره، كل حزمه كيكون فيها مثلا عنوان ديال المستقبل، العنوان ديال المرسل، البيانات او جزء من البيانات، وكيتقسموا وعاد كيشدوا الطريق حتى كيوصلوا للوجهه ديالهم. واخا كيتقسموا في الطريق فراه عندهم نفس الوجهه، وملي كيوصلوا كيعاودوا يتجمعوا وكيكملوا لك الطلب. وبنفس الطريقه ملي كيتلقى السيرفر الطلب كيعرف شنو بغيتي كيعاود يرسل البيانات اللي بغيتي بنفس الطريقه وكيرجعوا عندك، وكامل هذا الشيء في اجزاء من الثانيه. هنا السؤال اللي كيجي كيفاش كيطراو هاد الاتصالات؟ واش كنكونيكطاو في الهواء ولا واخا كيبان لنا بلي الانترنت ما كيبانش لينا، الا اننا البنيه التحتيه الخاصه بالانترنت هي اللي ما شفناش واللي هي ضخمه وكبيره بشكل هائل. فراه العمود الفقري ديال الانترنت موجود وكيتواجد تحت البحر، واللي هو عباره عن اسلاك الياف ضوئيه
طويلة تربط بين القارات. فراه حوالي 99% من بيانات العالم كتنتقل عبر هذه الألياف الضوئية الموجودة تحت المحيطات. وفي هذه الثانية فاش انك كتفرج فراه مليارات البيانات والداتا كدوز عبر دوك الألياف الضوئية باش يوصلك هذا الفيديو كيف ما كتفرج فيه. وهذا هو الجزء المخفي تحت المياه او لا تحت البحار. والان نجيو لواحد الجزء مخفي فوق الارض واللي القليل من يدري عنه، واللي هو السيرفرات او لا مراكز البيانات. مراكز البيانات المملوءة بعدة حواسيب قوية جدا خدامة 7 على 7 ايام 24 ساعة على 24 ساعة، واللي كتسمى السيرفرات. كيف ما ذكرت لكم سابقا فراه فاش كتكونيكتا او فاش كتبغي تدخل اي موقع فراك كتكونيكتا مع واحد السيرفر اللي مخزنه فيه ديك البيانات او داك الموقع باش انك تدخل ليه. فممكن انك تشبهها بانك مع كتدخل شي موقع فراك دخلت لشي بيسي من البيسيات الموجوده في مراكز البيانات. الانترنت عزيزي المشاهد غاديه وكتطور بشكل رهيب. فراه ما بقيناش كنقتصروا على التليفونات والبيسيات اللي كيتكونيكطاو بالانترنت. فراه دابا ممكن تلقى ثلاجه، فريغو، طوموبيل، حتى البوله كتلقاها مكونيكتيه بالانترنت. وبهكا غادي نكون شرحت وعطيتك نبذه عن عالم الانترنت. فالانترنت ماشي حتى شي حاجه، بل هي منظومه وبروتوكولات وكابلات وداتابيزات وسيرفرات واللي كدير بزاف ديال العمليات في اجزاء من الثانيه باش انك تشوف هادشي اللي كتشوف. وحاليا في هذا العصر، عصر التكنولوجيا، فراه الانترنت هي المحرك الاساسي للعالم. اذا هادشي اللي كاين عندنا لهذا الفيديو. ما تنساش ديك لايك، تابونا في لاشين ما كنتش ابوني، خلي معاك شي كومونتير زوين بحال في الفيديو الجاي. هذا ما كان، تهلاو في راسكم، بيس، تهلاو في